لحظة أخونا العزيز. فمسيلمة الكذاب ادعى انه هو لازم يكون برهان. مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي استخدموا أسلوب الحيلة، ادعوا أنه عندهم آيات قرآنية وقالوا مثل آية الضفدع نقي ما تنقين رأسك في الماء وقدميك في الطين وما عرفن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إن شانئك رجل كافر، وعلى وزن الآيات القرآنية. وكانوا يدفنون الأموال في الصحراء ومن آياتنا ومعجزاتنا تفضلوا في ذلك المكان ستجدون ذهبا، والله طيب حظهم اثنينهم وسلهم وسل. كان مسيلمة الكذاب يأتي قالوا لأنه نأتي إلى محمد صلى الله عليه وآله فيمسح على رأس أطفال الذين ليس عنهم شعر فينبت الشعر، جابوا له أطفال في رؤوسهم شعر قليل مسح عليهم تساقط الشعر بالمكان، قال هذا بئر عندنا ماء قليل ابصق فيه كما يفعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بصق بالماء غار ماء البئر، وغيرها من الأمور الكثيرة. زين، ولكن كلام مسيلمة حجة عليك أنت السلفي، والله ما تستطيع أن تخلص من كلام مسيلمة. لماذا؟ لأن أنت عندك كما قدمت بالبداية وهذا كلام السلفية، النقل عندك حجة، النقل وظاهر النقل عندك حجة. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون لا العقل هو الحجة. فأنت مسيلمة عندك جاء بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لك أنا رسول من عند الله وصدقته وجاءك بكتاب نقل ظاهره حجة. زين، ومسيلمة جاءك وقال لك أنا جئتك بنقل وظاهر النقل حجة. زين، الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون لا الحجية حجية العقل مو فقط النقل، العقل والنقل دليل اتيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوة العقل. شلون عقل؟ يقول لك المعجزة، لأن المعجزة تحاكي العقل، المعجزة تقول لك هذا الذي جاء به لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، فهذا دليل عقلي، الإعجاز دليل عقلي. أما أنت فأنت صاحب الدليل النقلي، فأنت الذي يفترض عليك أن تصدق بمسيلمة كما صدقت بمحمد صلى الله عليه وآله، لأن دليلك النقل. أنت دليلك النقل، أنت العقل عندك لا قيمة له أخي العزيز.